تنفع صورة؟ بس الكاميرا دي مش حلوه، أمال شو هي؟ منغوشة كده. بسم الله. تعالي يا حلوين يا حلوين. لا يا ماما سيبهم، ده كبار كبار. عايزين نطير بس هنا جمال. اصبري يا بيه. الجرد بتاعهم عايز يتغير ضروري. يا بنتي بتصوري صوري عندي يا بنتي يا ربيع. استنى استنى استنى، هاخدك صورة. امسك كل واحدة في ايه. طب استني بس انا احط ده الاول. يلا شوف. انت بقى يلا ماشي. اتنين اهو واتنين هناك اهو. اديها يا بنتي. عايزة اخدك صورة الاول. يلا ناخد صورة الاول. يا مساء الفل والورد والياسمين على احلى واجمل متابعين في الدنيا كلها، متابعين ام رحاب الغاليين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نبدا ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جمعه مباركه علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه والوطن العربي كله في كل مكان، طيبين وبخير يا رب، اللهم امين. زي ما شفتوا كده في اول الفيديو، النهارده الفيديو بتاعنا هيبقى هنجهز الغدا، ولقينا ما شاء الله تبارك الله حمام فوق السطح. حبينا نعمل غدا حمام، وهنعمل معاه محشي ورق عنب، وهنعمل محشي كرنب، وهنعمل فراخ وحاجات كتيرة قوي ان شاء الله هتعجبكم. بس حبيت اروق كده الحوض حواليا كده، كان في حاجات بسيطة بس قلت ايه اروقها. قمت من النوم صليت الفجر وقريت الورد اليومي بتاعي، وطبعا كالعادة سورة الكهف يوم الجمعة بعد صلاة الفجر حلوة قوي، وربنا ما قدركيش تقريها بعد الفجر، قريها عادي الظهر بعد صلاة الظهر بعد العصر. المهم ان انت تحولي نفسك انك تقري سورة الكهف كل جمعة، ربنا ما يحرمناش منها ابدا يا رب، وجعل لنا ثوابها في الاخرة يا رب، اللهم امين. وفي الدنيا خلصت وتوكلت على الله، جبت العيش بتاعي وجيت على طول. اول حاجة عملتها قلت اضرب طماطم في الخلاط يا جماعة بعد ما روقت الحوض بسرعة. كانت الساعة لسه ما جاتش 8 الصبح، قلت اضرب طماطم لان الفترة ديت كل شوية كده الكهرباء بتقطع، ممكن تقطع يعني من يومين كده قطعت الصبح ما جاتش على بعد الظهر. فقلت اعمل حسابي كده وايه، اضرب طماطم في الخلاط واجهز لخلطة المحشي، بحيث ان انا لما انزل تحت اطلع عند الطيور يكون الصلصة بتاعتي على البوتاجاز بتستوي، وكمان اعلق على حلة فيها شوية مية عشان اسلق الكرنب. النهاردة انا مخلصة سمنة، والناس اللي متابعاني عارفين ده ايه. الاول ده ورق العنب يا جماعة، انا خلاص كده خلصت. واللهم صل على الحبيب المصطفى، كنت مطلعة لفتين ورق عنب مفرزاه اخضر في الفريزر، وكنت لفاه كده رولات، لفه حاطه الورق على بعضه وعاملاه رولات في ورق بلاستيك، وفي بلاستيك رول اللي هو الاسترتش رول ده. بصراحه يا جماعه حلو قوي قوي، كانك لسه جمعاه من الارض دلوقتي. كمان لقيت تخزين ورق العنب اخضر احسن كمان من لما تسلقيه وتخزنيه. اللهم صل على الحبيب المصطفى. جبت بقى حطيت الطماطم تغلي على البوتاجاز. الناس اللي متابعاني من زمان يا جماعه اسفه يا جماعه، تحطوا لي لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اللي ما حطيتش اللايك تصلي على الحبيب المصطفى في كومنت وتحطي لي لايك، شجعيني كده عشان ايه تدوني طاقه ايجابيه كده ان انا اداوم معاكم ان شاء الله. المهم يا جماعة، الناس اللي متابعاني من زمان عارفة صلصة المحشي انا مش بحب اقللها، بحب اضرب الطماطم واحطها على النار، واول الطماطم ما تبدأ تسخن او تغلي ابدأ بقى اخرط فيها البصل بتاعي، واحط لها بقى الملح وشوية البهارات. انا ما عادش عندي بهارات كتير، حطيت شوية بهارات صغيرين من اللي هي بهارات منك لله الكبسة ديت، بهارات فراخ على كبسة الموجودة عندي يعني. ينفع كده؟
وحطيت معلقة من فلفل الاسود وشوية كمون، وانتهت الليلة على كده. وحطيت بقى اللهم صل على الحبيب المصطفى، حطيت المية تغلي على النار، حطيت فيها سلقت ورق العنب، وبعد كده بسلق ورق الكرنب. ما حطيتش ملح في المية علشان خاطر ورق العنب ما بينسلقش في مية فيها ملح. وغير كده كمان انا لسه هذبح فراخ وهذبح الحمام اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده، عشان كده مش حبيت احط ملح في المية بتاعت السليق. عادي نبقى نعوض ورق الكرنب تزودي له بس الملح شوية في الصلصة، يعني عادي، يعني مش فارقة يا جماعة. المهم ان انت تظبطي حاجتك وتظبطي مقاديرك كويس. كل ده وكنا لسه الصبح، كان لسه الدنيا الناس بتقول يا هادي، وانا عمالة اجهز في الغدا. وكمان انا زودت بقى المية مية وحطيتها، وسبت الصلصة تستوي وزودتها مية عشان خاطر اطلع اجيب ادور على الحمام. انا ما كنتش اعرف ان انا عندي 4 تجواز حمام، يعني 4 فرد. انا كنت في دماغي ان انا عندي جوز بس، ده فرد وفردة، واحد واخته يعني. كنت مقلعه الريش بتاعهم وطلقاهم في الارضيه من بقالهم كام يوم، لكن ما كنتش اعرف ان في جوز تانيين. وانا بفطر الحمام الصبح اكتشفت، شفت دماغهم كده في الجيركن، فقلت سبحان الله، العبد في التفكير والرب في التدبير. لاني بقالي فتره كنت بذبح الحمام واخزنه لحد رحاب ما جت بالسلامه واديته لها معاها. وبعد كده الدفعه اللي طلعت اديتها لامي. كانت هي عايزه تربي حمام، وهي طبعا اساس الخير كله، وهي طول عمرها بنت خير وبنت عز. فانا بصراحه حبيت اهديها بيهم، فقلت كده كده احنا بناكله سوا، فمش مهم بقى النهارده. واديتهم لها تربيهم عندها في البيت تحت، بحيث ان هي تذبح منه لما يكبر ويطلع، تذبح من الانتاج بتاعه. خلاص طلعت ذبحت وعلقت بقى على الاكل، علقت على الفرخه، ذبحت فرخه كانت عليها عنقود بيض، لان بصراحه ما عادش عندي طيور بقى للذبيح خالص، وابدا اتسلى بقى على الطيور الزياده عندي بقى، افرزهم كده واحده واحده. الطماطم استوت، وحطيت بقى الرز. بعد ما حطيت الرز كنت دقه شويه توم، حطيت التوم ني، بحب احط التوم ني عشان ما يستويش في الصلصه، عشان يبقى ريحته حلوه كده طازه وفريش كده في قلب الخلطه بتاعت المحشي، بيديكي ريحه حلوه، بيديكي طعم حلو. كمان النعناع الناشف يا جماعه المجفف ده جميل قوي قوي، بحب اما يبقى عندي نعناع احب اجففه. وانا انتوا عارفين ان انا زارعه فوق عندي في الجرادل فوق على السطح نعناع، بحب اجمعه واجففه. انا مش بلحس ايدي يا جماعه، انا بدوق الصلصه اشوفها هي حدقها حلو، الشطه بتاعتها حلوه ولا محتاجه حدق، عشان بس ما تقولوش ام رحاب عماله تلحس في صوابعها. خلاص خلصت. والمحشي بحب احط الرز يستوي، يعني يتقلب كده ربع تسوية على النار من غير في الصلصة. اول ما يبدأ خلاص خلصته، ابدأ احط الخلطة الخضرة، كزبرة على شبت، وانزل عن النار، ارفع بقى عن النار. هنا كنت حاطة حلبة على كمون، بحب دايما اعمل حلبة على كمون للاكل للشرب عندي. فكانت في اللبانة دي، فقلت احطها تسخن علشان كنت فطرت وعايزه اخد كوبايه ما كنتش لسه فطرت اصلا يا جماعه، والله انا كنت بعلق على ده كله وانا كنت لسه ما فطرتش. قلت بقى اشرب كوبايه حلبة عشان تظبط المسائل. عملت لي سندوتش وفطرت، وقلت اقعد بقى الف محشي ورق العنب. بقالي فتره طويله ما عملتش محشي ورق عنب ولا محشي كرنب في الطاجن في الفرن. كنت حابه بصراحه اطلع اعمله في فرن القش، بس مش هكدب عليكم، لقيت الوقت دخل، فقلت لا يا ام رحاب عشان ما تعطليش نفسك. وكمان الشمس بتاعت الجو بتاع الشتاء ده بتبقى على ما ان هي بتبقى بسيطه، بس بتبقى حاميه كده وبتوجع في الراس. وانا اصلا قايمه من النوم حاسه بصداع في دماغي، بقالي كام يوم كده بقوم من النوم حاسه دماغي مصدع. فقلت مش مهم بقى ان انا اطلع اعملها في الفرن فوق، هنسويها في الفرن اللي هنا تحت. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه. اللهم بجاه عندك أن تفرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين، اللهم امين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على الحبيب المصطفى. لف
ورق العنب بالنسبه لي كان صعب يا جماعه، لان انا اتعودت خلاص ان انا الف ورق العنب. انا كنت الاول بحط طبقه محشي وطبقه ما شاء الله ورق عنب ما شاء الله كانك لسه جمعاه من لغايه النهار. فكان بالنسبه لي بصراحه صعب ان انا الفه على ايدي، مش قادره اتحكم فيه قوي. لكن انا بحب احط ورق العنب على كيس من بتاع التلاجة وابرمه كده بالسكينة رول، بيبقى حلو قوي والصابع بيفضل هو. فعشان كده انا ما كنتش يعني ايه عارفة احشيه قوي. بحشيه كل حاجة، بس برضو لما بيبقى على البتاع التاني زي ما انت متعودة بيكون اسرع واسهل، تقدري تلف الكمية كلها بقى. كان ممكن ان انا اخلص الكمية دي كلها وانا قاعدة سهرانة، بس قلت لا، انا عايزة اعمله طازة كده الصبح، ما بحبش ابيته واصبح اعمله. ده الحمام يا جماعة. الحمام بتاعي جربي كده تحشيه. ناس كتير قالت لي انت ازاي تحشيه بخلطة المحشي؟ جربيه تحشيه بخلطة المحشي وهتشوفي طعمه هيبقى جميل قوي. انا بصراحة بحبه بالخلطة دي او بالخلطة التانية، بس بالخلطة المحشي بيبقى حلو قوي. إيه، هما 4 فرد قلت احشيهم. طبعا الديك او البربرة كانت خلاص قربت تستوي، فقلت بقى ايه، احط الحمام كمان على ما اخلص لف الطاجن يكون كمان الحمام استوى. كان في حمامة رقبتها اتفتحت معايا، ودايما كنت اسمع ريحتها تقول لي يا ماما. كان دايما يا جماعة لو في حمامة اتعملت مني ولا حاجة ما كنتش بحشيها، كنت بسيبها. فكانت رحاب تقول لي يا ماما اعمليها بالفتلة والإبرة، احنا بنعمله الحمام كله بيبقى بصي بيبقى كلته متخرم خالص وبنعمله بالفتلة والإبرة. اقول لها يعني مستصعبة الموضوع، يعني ازاي حد يجي ياكل ويلاقي كده حمامة او كده؟ لان في الطبيعي يعني ما الحمد لله ما كانش في حمام بيطرشق مني وانا بنضفه. بس الايام ديت في رز شعير عندنا في الارياف، فالحمام كله بياكل ولاده رز الشعير. حتى لو انت بتحط له اكل، بالذات الحمام البلدي بيطلع بره بيسرح الغيطان فبيرجع مالي حصلته رز شعير فبياكل ولاده. فانا متعوده اصلا بشيل حصلة الحمامة من وهي لسه نية، قبل اول ما بذبحها على طول بحوش الحصلة بتاعتها. فعشان هي فيها رز شعير ورقيقة فطبيعي لازم تتفتح منك، فبتيجي تطلعي حباية الرز الشعير وانت بتورقي الحمامة غصب عنك ساعات الرقب تتفتح منك. فاتفتح مني رقبة حمامة، فاضطريت بقى النهاردة ان انا اعمل لها عملية تجميلية وامسك الابرة والخيط واعملها كده بالابرة زي ما انتوا شايفين كده، اعملها عملية تجميل في الرقبة عشان الرز ما يطلعش منها. والله يا جماعة كانت فكرة كويسة، يعني ناس كتير قوي بتستخدمها، بس انا ايه مش بحب اعملها بصراحة. عشان يعني كنت دايما اقول لي ايه، اللي هيجي ياكل هيلاقي الفتلة كده في بقه، هيبقى شكلنا ايه مش نضاف قدامه. ففي ناس حتى بتسد بطن الحمامة كمان، بحيث ان انتي لما تبقى حاطاه قدامك سبحان الله تشوفيها. دايما كنت اشوف في المطاعم حمام مفيش فيه فتحة خالص، اقول طب هما فتحوها ازاي؟ طب هما حشوها ازاي؟ طب هما طلعوا اللي في بطنها ازاي؟ كنت بابا مستغربة، ما كنتش اعرف ان الموضوع ان الموضوع فيه فتلة وابرة او ابرة وفتلة. يلا ده احنا بنعيش وبنتعلم. الفرخة خلاص كانت قربت تستوي، والفرخة عايزة اقول لكم ان اصلا هي مقربة من الحمام في الحجم. يعني الحمام خليط بلدي فما شاء الله تبارك الله حجمه كويس. حطيت الشوربة بقى اول ما لقيت الفرخة والشوربة بتغلي كويس، حطيت الحمام على بطنه على الصدر مش على الظهر عشان يستوي كويس. واول ما غلي حلو، طبعا لما بتحطي حمام او حاجة نية بتبدأ الشوربة تهدى شوية. فلما اول ما غليت خلاص بقى هنعمل ايه، هنهدي عليها النار ونسيبها تاخد لها حوالي ساعة الا ربع كده براحته خالص. كانت الجمعة بقى بتتصلى، وانا قلت بقى ايه على ما يستوي يكون كمان المحشي بتاعنا استوى. خدت مغرفتين شوربة اللي انتوا عارفين اسفة يا جماعة. انتوا عارفين ان اللهم صل على الحبيب المصطفى، شوربة الفرخة البلدي بتبقى طعمها حلو قوي، بس بتبقى شوية صغيرين، وكمان معاها شوربة الحمام، فبصراحة شوية شوربة خسارة. فخدت منهم مغرفتين 3 كده على شوية مية، وحطيت فيهم شوية ملح وشوية فلفل اسود، وبدأت بقى اسقي بيهم الطاجن المحشي بتاعنا. انا مالية الطاجن المحشي محشي للاخر ومغطياه
بورق كرنب. بعد كده برضو لما ادخله، انا شلت ادخله الفرن، هغطيه بطبق يحبس الحرارة جواه عشان يستوي كويس. انا شلت ورقة الكرنب بس على ما اسقيه كويس عشان اتأكد من العقد بتاعه فين بالظبط. بعد كده التركية اللي محدش هيقولك عليها، الحاجة اللي بتخلي بقى المحشي بتاعك يبقى نازل كده ايه، سايح ونايح كده وسايب بعضه، هي رشة الزيت اللي انت بتحطيها على وش الطاجن او على وش الحلة، سواء بقى هتطيبي في فرن او هتطيبي على البوتاجاز. بس انا بصراحة يا جماعة بفضل قوي، يعني بضعف قوي قدام المحشي اللي معمول في الطاجن في الفرن، سواء كان فرن القش او فرن الغاز او في البوتاجاز. الحمامة بقى عايزة تعرفي هي استوت ولا ما استوتش، انا كان عندي 2 كبار عن 2، فالاتنين الاولانيين طلعوا الاول والاتنين التانيين طلعوا وراهم. انا عرفت بقى الحمامة استوت ازاي. اوعي تحطي تضغطي بشوكة او بحاجة على صدر الحمامة من عند الرز، هيتفجر منك في ثانية. لا، بتمسكي جناح الحمامة بصبعك، لقيتيها خلاص استوت يبقى هي كده استوت. الاكل بتاعنا استوى ما شاء الله تبارك الله، وكنا هننزل بقى نتغدى مع الحاجة، ربنا يديها الصحة ويديمها نعمة في حياتنا يا رب، ويخليها لنا ويخلي لكم امهاتكم وحبايبكم. بيبقى يوم حلو يوم ما بنزل اتغدى معاها، بيبقى يوم حلو كده، والاكل بيبقى فيه بركة وبيبقى فيه خير وبيبقى طعم الاكل جميل ما شاء الله تبارك الله. محمد صلى الجمعة وجه قعد هناك عند امي، وانا جهزت الاكل كده وقلت لها يلا يا روفان عشان بقى ناخد طبقين شوربة وننزل عشان نتغدى مع الحاج. يا رب الروتين بتاعنا النهاردة يكون عجبكم. انتوا طلبتوا بقى تشوفوا روتينات، اتحملوني بقى وتحملوا روتينات ام ريحان. كل يوم هتلاقوا روتين شكل، بس اهم حاجة اللايك للفيديو يا جماعة، عشان اللايكات بتاعتكم بتفرق معايا، وهي اللي بتشجعني وهي اللي بتخليني اواظب معاكم كده واكمل معاكم للنهاية. يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، ويجعلها جمعة مباركة علينا وعليكم جميعا يا رب، اللهم امين. هنا بقى نزلت ونسيت اصلا ان انا افتكرت ان انا نازلة من غير الخمار، فقلت لها خلاص يا روبان بطلي بقى تصوير. يلا يا جماعة ما تنسوش اللايك للفيديو. امبارح يا جماعة لما قلت لكم الرومي شك انه بياكل البيض، كان كلامي على حق. الصبح لسه، طبعا انا نقلت الرومي من امبارح، الصبح لسه بفتح على الطيور لقيت بيضة، والظهر وانكسرت البيضة، لقيت بيضة وانكسرت. يلا الحمد لله. لقيت بيضة الصبح ولقيت 2 دلوقتي، يعني معنى كده فعلا ان الرومي كان بياكل البيض. مش هتتكسر بقى، هي وقعت انكسرت، بس احنا هنسيبها كده اهو. يا روفان يا روفان، هنخليها كده على ما ننزل علشان نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. الحمد لله، ربنا يديم علينا نعمه يا رب، ويفضل دايما الرزق عندنا طول عمرنا. الفلاحين اهل الخير. لو ما فيش عندك حاجة خالص تذبحي، هتطلعي تذبحي فرخة حتى لو بتبيض، هتلاقي جوزين حمام وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انبسطت قوي النهارده لما طلعت على السلم وشفت الزغاليل اللي طالعه، اللهم بارك. ربنا بس يستر على دههم. لقيت هنا الجوز زغاليل اهو ومن الحمام الكبير، والمشكله بس ان في فار اضطهد الحمام ده وبقى بيجي ياكله. الجوز دول بالذات بيعدلهم منين تقريبا من على الحيطه، بيدخل من اللي عايزه ست الخرم ده اهو، عشان تقريبا بيجي منه، مع ان الباب اصلا مفتوح والحيطه كلها خرم يعني. بس بسم الله ما شاء الله. لقيت جوز زغاليل هنا، ولقيت جوز زغاليل فوق فيهم فرد ابيض خالص. البيض اللي عندك دوت في بيضه انكسرت خديها. فلقيت الحمد لله خدهم حطهم الاتنين في التلاجة. يلا ما صورنيش. وخدي الجوز الكتاكيت دول معاكي، تعالي تحت 4 كتاكيت وهنا 2 اهم. خلصتي يا حلوة عشان هتلاقي جم عشان تدفيهم. يا حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة. الله اسود ابن الفرخة الهندي. حلوة يا حلوة. حجازي، شايفين الحجازي يعمل ازاي؟ هندي برضه. دفوهم يا روان عشان ما يحطهم اهو. وطي ريك عشان بصي بحب الفرخ اللي بيبقى ريشه جناحه فيه حته سودا، ده حته بيضه بس. غطي من الهوا، غطي من الهوا. يلا حطهم ودفيهم على ما تطلعي، طلعي بس بقيه البيض تحتها 4 بيضات
ولقيت 3 فاضيين. انا اصلا ما رصتلهاش بيض، هي اللي رقدت كده وهي اللي عملت كده. كمليهم يلا تطليع على خير كده، كملوهم تطليع وبعد كده هسرحها بيهم نهر. هما حلوين ومفرفشين من غيرها تحت، بس انا عايزه اسرحها بيهم عشان جاي برد. من هنا ورايح بقى اي فرخه تطلع اسرحها بالكتاكيت عشان خاطر ايش. بس انا شكلها جميل ازاي، سبحان الله، منظر طبيعي خلاب. علشان تدفيهم بقى وتكبرهم خالص، وبعد ما يكبروا خالص عشان بيكبروا، وبعد ما بيكبروا بيموتوا من البرد. فانا ان شاء الله ناويه اسيبها معاه. يا رحيم يا رحيم يا واد يا رحيم، سيبه يا علي، يا علي يا علي يا رحيم. انا هو صباح الخير يا واد يا علي، سيبه. تعالى هنا يا رحيم. رحيم قد لينا عشان بحبه قوي، بحب العيال الصغيره عامه. يا رب يدي العايز، يا رب يا رب يدي العايز وما يحرمش حد منهم ابدا يا رب. يلا يا جماعه، اتمنى الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير لحبايبكم. بحبكم في الله، وربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، ما نحرمش منكم ابدا. شكرا على تشجيعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.